من اكتر الاسئله اللي بتجيلي، انت بتتبني قطط؟ انا عندي قطط كتير ومش لاقي لهم بيوت، ممكن تاخديهم؟ لازم اوضح ان انا من ساعه ما ابتديت اعمل فيديوهات على التيك توك او السوشيال ميديا وانا كان هدفي الاول والاخير هو التوعية عن الرفق بالحيوان ونصايح لتربية الحيوانات وايه المشاكل اللي بنواجهها وايه حلولها. يعني انا مش شيلتر ولا مؤسسة، انا فرد واحد في المجتمع، فرد بيحاول يوصل للمجتمع فكرة اننا ازاي نعرف نتصرف لوحدنا. صدقوني انا زيكم محتاسة في كل القطط اللي انا بنقذها اني اعرف الاقي لها بيوت كويسة، لانه صعب ان احنا نرمي حمل كل الحيوانات اللي في الدنيا اللي بتتعذب واللي بتموت واللي بتتسرب على شخص واحد ونبقى منتظرين منه ان هو اللي يحل كل المشاكل دي. يعني انا ليه يوصل لي رسالة من حد يقول لي بقولك ايه، انا عندي قطة ومش عايزها، لو انتي تاخديها علشان حرام حرميها وكده يعني. طب ليه؟ ودي رسالة واحدة من كمية رسائل بتتبعت لي كل يوم، الناس بيبقوا منتظرين مني فيها اني اروح لهم زي السوبر هيرو، اخد قططهم اللي هم استغنوا عنهم واجي اعيشهم في امان وسلام في بيتي وسط قططي وكأن مفيش اي حاجة. عشان كده انا عايزة اعترف بحاجة، ناس كتير بتشتكي مني ان انا ما بردش على الرسائل، وده حقيقة بسبب اللي انا بشوفه ده، جانب ان انا شغلي وحياتي واخدين جزء كبير جدا من وقتي وما بلحقش ان انا ارد على كل الرسائل، لكن برضو نوعية الرسائل اللي بشوفها دي هي اللي بتكئبني وبتدخلني في حالة نفسية وحشة جدا، بتخليني اني افقد الشغف في اني ارد على الناس، لاني كل ما بفتح الرسائل بلاقي الناس عايزين يخلصوا من حيواناتهم. الكلام ده بيوترني، يعني اللي هيرمي القطة بتاعته لو انا محتش خدتها منه، ليه بتعمل فيا كده؟ حقيقي نقاش واحد مع شخص واحد بياخد مني مجهود ووقت كبير جدا، بيخليني ما بقدرش اني اكمل مع باقي الناس. صدقوني معظم الاسئله اللي الناس بتسالها كتير هتلاقوني عامله فيديو عنه على التيك توك ومقسماهم في بلاي ليست عشان يكون الموضوع سهل على الناس انها تدور وتلاقي الحاجه دي. بالنسبه بقى لحالات التبني والانقاذ، هقول لكم اللي انا بعمله. مبدئيا انا اتعلمت ان اي حاله انقاذ لما اشوفها لازم اكون مستعده وجاهزه اني انقذها على طول. يعني انا بيبقى دايما معايا في عربيتي بوكس للقطط ودراي فود للقطط والكلاب، وما يمنعش برضو عده اسعافات اوليه احتياطي. يعني لما بلاقي قطه مخبوطه باخدها في البوكس على طول في العربيه، لما الاقي كلب مسموم على طول بحطه في العربيه. انا عارفه ان مش كل الناس عندهم الامكانيه دي، عشان كده لو انت مش هتقدر انك تكون مستعد، على الاقل تبقى عارف كل جروبات الانقاذ بتاعه الحيوانات اللي الناس بيتفاعلوا فيها بسرعه، وهي بتكون جروبات على الفيسبوك بيكون مجتمع فيها كل الناس المهتمه بانقاذ الحيوانات وتربيتهم، ودي بتكون اسهل في انك لما تنشر صوره الحيوان المحتاج تشوف مين اقرب حد منك ممكن يجي يساعدك. وعشان الناس اللي مش عارفين ايه جروبات الانقاذ دي، انتوا لو كتبتوا بس على السيرش في الفيسبوك كلمة انقاذ حيوان انيمال ريسكيو هتلاقوا جروبات كتيرة جدا ظهرت لكم. اختاروا اكتر جروب عليه ناس وهو ده اللي تستخدموه. واهم حاجة لما تعملوا بوست ان انتوا تحطوا صورة واضحة او فيديو للحالة، العنوان او اللوكيشن مظبوط، ويا ريت بقى لو رقم للتواصل او لو الشخص اللي بلغ يفضل واقف جنب الحالة لغاية ما يلاقي حد يساعده. حاول انك تكمل دورك للاخر وتفضل مستني جنبه على الاقل لغاية ما حد يجي بدل ما تمشي وتسيبه. نيجي بقى لموضوع التبني، برضو نفس الحكاية، هتكتبوا على السيرش على الفيسبوك كلمة adoption تبني كات دوج كلب وقطة، هتلاقوا جروبات كتيرة طلعت لكم لتبني الحيوانات. اختاروا اكتر جروب عليه ناس عشان تضمنوا انه يبقى فيه تفاعل، اعملوا بوست بصورة الحيوان اللي انتوا عايزينه يطلع تبني. وممكن برضو تستعينوا بفيديو انترفيو تبني القطط اللي عملته قبل كده علشان يساعدكم في ان انتوا تختاروا الشخص الصح اللي يتبنى الحيوان بتاعكم منكم. بس اكتر حاجة انصحكم بيها وبندق كمان بينصحكم بيها، ويب سايت اسمه ليف انيمالز. ببساطة هو ويب سايت اللي عمله ناس من محبين الحيوانات اللي مهتمين ان هم يحسنوا من موضوع تبني الحيوانات. الويب سايت ده بنعرض فيه صور حيواناتنا وبنملى بياناتهم بشكل منظم جدا، بحيث ان اي حد عايز يتبنى حيوان بيدخل يعمل سيرش ويشوف صور القطط والكلاب المتاحة ويشوف بياناتهم، وبعد كده يعمل انترفيو مع الناس اللي عاملين البيج، ولو الانترفيو عدى بنجاح بيوصلوه بعد كده بصاحب الحيوان. برضو بيسهل عليكم جدا ان انتوا تدخلوا في اي وقت تعملوا سيرش هتلاقوا حيوانات كتيرة جدا مستنية بيوت. والحقيقة ان انا تجربتي انا وناس كتير اعرفهم كانت كويسة جدا، خصوصا مع حالات بلدي اللي احنا بنبقى واثقين 100% ان محدش اصلا هيتبناهم، الحمد لله لقينا لهم بيوت عن طريق ليف انيمالز. فنرجع لموضوعنا، صدقوني انا لو اقدر اساعد كل حد بيبعت لي مش هتاخر، لكن غصب عني انا مش بقدر ولا هقدر اني الاحق ارد على كل الرسائل اللي بتجيلي او احل كل مشاكل الحيوانات اللي الناس بتقولها لي. فارجوكم ركزوا على التوعية وان احنا نحاول ننشر الرفق بالحيوان على قد ما نقدر، لان التوعية هي اللي هتفرق في قرارات الناس.